أستاذ، هو حسب مصادر ربما إعلامية هناك شركة مراقبة أو معينة فرنسية متعاقدة مع الديوان التي كانت ربما تقف على هذه الصفقة. طيب السؤال الذي يطرح: أنحن عاجزون على أن نراقب غذاءنا؟ أنحن عاجزون على أن نراقب غذاءنا ونعطيه للآخر من أجل أن يراقبه ونصل إلى مثل هذه الحالات الخطيرة؟ نحن عاجزون على أن تكون جامعاتنا هي الأداة الأساسية لتكوين الطواقم البشرية القادرة على أن تراقب غذاءنا ودواءنا وغيرها من المجالات. نحن عاجزون على أن يكون لدينا مخابر متطورة. هل الدولة الجزائرية التي كان بين أيديها أكثر من 1500 مليار دولار طيلة ما يقارب عقدين من الزمن عجزت على أن تنجز وتؤهل طواقمها الرقابية لتكون قادرة على أن تراقب غذائها ودوائها وكل ما يتعلق بما نستورده من الخارج؟ لا بد أن يكون هنالك وقفة متأنية للنظر في هذه القضية، لأنه أولا هي تحمل إشارة خطيرة جدا على أن الفساد ما زال يضرب في بلادنا بقوة، وأن يعني نتائج العصابات السابقة ما زالت تؤثر تأثيرا بالغا في توجهاتنا الاقتصادية. ولذلك أخي بلال وجب على الأمة الآن أن تنهض باقتصادها. يعني أتعجب كيف أن بلدا مساحته 2.38 مليون كيلومتر مربع يعجز على أن ينتج غذاءه، وأن دولا هي عبارة ليست عن ولاية من ولايتنا، أقل من ولاية. يعني الجماعة كانوا يقارنوا بين مساحة ليتوانيا ومساحة ولاية الجلفة. ولاية الجلفة أكبر من ليتوانيا، يعني ويمكنك أن تنتج ما تنتجه ليتوانيا وأكثر بكثير من ذلك. فلذلك أنا أتعجب كيف أننا عاجزون على أن ننتج غذاءنا، وبلدنا بلد بحجم قارة.